السلام عليكم، اهلا ومرحب بكم في قناه سوبر ليدي. صباح الفل على كل حبايب قلبي اللي بيتابعوني. النهارده ان شاء الله يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض فطيره البطاطس سهله التحضير بمقادير اقتصاديه جدا وموجوده كلها عندنا في البيت، وكمان النتيجه بتاعتها ان شاء الله هتعجبكم جدا. هنبدا بسم الله. اول حاجه هنبدا نحضر مع بعض الحشوه اللي هنحطها في فطيره البطاطس. حطيت الطاسه بتاعتي على النار وحطيت لها معلقتين كده من زيت الاكل العادي، ودلوقتي هنزل عليهم ببصلايه متقطعه كده بالسكينه بالطريقه العاديه خالص، وهقلبها كويس قوي مع الزيت. وعلى فكرة ممكن تستخدمي بدل الزيت معلقة من الزبدة او السمنة، هينفع برضو، لغاية لما البصلاية دي تدبل كويس قوي. وهنا في الحلة دي معايا تقريبا كيلو الا ربع من البطاطس، انا بسلقه سلقة كاملة بمية وشوية ملح. وعلى فكرة كمية البطاطس دي بترجع لك انت، يعني انت ممكن تعملي اقل من كده او اكتر من كده زي ما انت عايزة. ودلوقتي هحط رشة صغيرة جدا من الملح والفلفل على البصلاية، هيخلوا البصلاية بتاعتي تدبل بسرعة، وكمان هيدولها ريحة حلوة وطعم حلو. اول بقى ما البصلاية بتاعتي دبلت، هبتدي انزل عليها بقى بالفلفل الملون بتاعي اللي هو الاخضر والاصفر والاحمر. وعلى فكره لو عندك فلفل رومي اخضر بس هينفع برضو، يعني مش هيقول لا، هيبقى جميل. وهقلبهم كويس قوي مع البصلايه لغايه لما يتبلوا. خلاص كده الحشوه بتاعتي جهزت وتمام. هركنها بقى دلوقتي على جنب. ودي البطاطس بتاعتي طبعا وهي سخنه بقى بتقشريها، وبعد كده تهرسيها هرسه كويسه كده بالهرسه بتاعه البطاطس. وهنا في الطبق ده معايا 4 بيضات، هبتدي انزل كده بيضايه بيضايه واعجن في البطاطس بتاعتي دي لغايه لما تديني القوام المطلوب. طبعا ما بتحطيش بقى البيض مره واحده علشان البطاطس بتاعتك ما تطراش، بنعملها يعني زي المعامله بتاعت الدقيق بالظبط. بنزود كده بالراحه شويه بشويه زي ما انتم شايفين كده، هو ده كده القوام اللي انا محتاجاه. بتبقى طريه خالص كده. وخدنا الحقيقه 3 بيضات بس، ما استخدمناش يعني الا 4. ودلوقتي جبت الطاسه بتاعتي اللي انا هشتغل فيها، حطيت فيها 3 معالق من الزيت الاكل العادي، ومسحتها كويس قوي علشان الفطيره بتاعتي ما تلزقش فيها. وحطيت كمان شويه من الملح والفلفل على البطاطس بتاعتي. وبعدين بحط نص كمية البطاطس بقى في الطاسة وابتدي افردها بالراحة خالص بالمعلقة. وبعد ما فردتها كويس جدا هبتدي بقى دلوقتي انزل عليها الحشوة بتاعتي وافردها كويس قوي على البطاطس، ويعني على قد ما اقدر اخلي الحشوة ما تجيش ناحية الاحرف زي ما انتم شايفين كده. ودلوقتي معايا شوية من الجبنة الرومي، وممكن طبعا تستخدمي اي نوع جبنة تاني انت بتحبيه. ولو مش عايزة تحطي جبنة خالص ما تحطيش، وعلى فكرة ينفع تحطي شيدر او موزاريلا، هينفع هتبقى جميلة قوي. وبعدين هوزع بقية الكمية بتاعة البطاطس المهروسة كده بالتساوي على الصينية بتاعتي او الطاسة بتاعتي، وافردها بالراحة خالص. ولو ضايقتك يعني في الفرد ممكن تبلي المعلقة بشوية من الزيت، هتتفرد معاكي بسهولة. ودلوقتي فردتها وتمام. دلوقتي بقى احطها على النار. طبعا اول ما بتحطيها على النار بتحطيها على درجة حرارة يعني عالية دقيقتين بس 3، وبعد كده بتهدي النار خالص وتخليها تستوي براحتها خالص. واول ما نهز الطاسه كده نلاقي البطاطس بتاعتنا شخللت وعملت صوت، وكمان الاحرف بقى لونها ذهبي، هنبتدي بقى نقلبها زي ما انتم شايفين كده. انا بقلبها على طبق بس بكون بلاه في الاول بشويه من الزيت علشان البطاطس بتاعتي دي او الفطيره بتاعتي دي ما تلزقش فيه. وهخلي برضو النار هاديه خالص لغايه لما تتحمر تحميره كويسه من الناحيه التانية. واول ما يهزها برضو الاقيها بتشخلل كده وبتتحرك معايا بسهوله في الطاسه، يبقى هي كده خلاص استوت وتمام. هطفي بقى عليها النار على طول. وده كده الشكل النهائي لفطيره البطاطس بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، شكلها مشهيه جدا وبجد من احلى الوجبات، وطريه خالص يعني هشه جدا، عامله زي الكيكه الاسفنجيه بالظبط. بجد عايزه اقول لكم طعم وريحه بقى مفيش كده. وكمان زينتها بشويه بقى من الفلفل الاحمر. وبالنسبه للتزيين ده بيبقى اختياري، يعني كل واحده بقى وذوقها في التزيين. ودلوقتي هفتحها لكم برضه هوريكم حته كده من جوه شكلها ايه. عايزه اقول لكم والله العظيم ملهاش حل، يعني فعلا من احلى الوصفات والانجح الوصفات اللي ان شاء الله لو عملتوها تنجح معاكم من اول مره. ده كده شكلها من جوه. طبعا شكل الحشوه بقى يجنن بجد، يعني مش عايزه اقول لكم. وكمان الجبنه الرومي سايحه جدا جواها، وكمان طعمها جميل جدا. بس عايزه اقول لكم برضو لو حطيتوا جبنه رومي تخلوا بالكم من الملح، يعني تقللوا شويه من الملح علشان ما تبقاش حادقه قوي معاكم. ودلوقتي طبعا هدوقها لكم بقى كالعاده. اتفضلوا معايا. شايفين الجبنه الرومي ما شاء الله سايحه ازاي؟ بجد في منتهى الجمال، تحفه جدا. دي بقى هتقولي لي هتتاكل بايه؟ دي بقى مع مثلا عيش فينو شغال، مع عيش بلدي برضو شغال، سندوتشات بقى كده واديله في الفطار كده او في العشاء. بجد هتعجبكم جدا. لو عجبتكم بقى ما تنسونيش لايك وشير